لو هي دي الغرزة الوحيدة اللي بتعرفوا تعملوها في الكروشيه، حتى لو مش عارفين اسمها، فهي دي الغرزة الوحيدة اللي انا استخدمتها عشان اعمل لنفسي البلوفر ده. ولو ما بتعرفوش تعملوا حتى الغرزة دي، هعلمكم في الفيديو ده ازاي تعملوها، وبعدين برضو تعملوا منها البلوفر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل آخر صيف زي دلوقتي كده بفتح بنترست، اقعد اقلب عليه عشان الاقي بلوفر سهل وبسيط اقدر اعمله لنفسي، كحد لا شاطر قوي في التفصيل ولا شاطر قوي في الكروشيه. وكل سنة بينتهي بيا المطاف حاسة ان الموضوع كبير قوي عليا، فبقفل بنترست وبمشي لحد السنة اللي فاتت شفت الصورة دي وحسيتها كده على قد مستواي، عشان لا فيها توسيع ولا تضييق، فقررت اعمل لنفسي بلوفر بنفس الطريقة المربعة دي، بس مش بنفس الشكل. بعد فترة بقى اتكعبلت في الصورة دي. هي دي بلانكت، بس انا عجبتني جدا الكولر باليت بتاعتها وطريقة تركيب الالوان في بعض، وقررت ان هو ده التكنيك اللي انا هشتغل بيه البلوفر بتاعي. وكان لازم احكي لكم القصة بتاعت انا ازاي قررت اعمل بلوفر عشان تبقوا عارفين واحنا ماشيين كده ايه اللي بيحصل. اول خطوه انا نزلت اشتريت بكره خيط واحده عشان اجرب فيها. قلت انا لسه مش عارفه هعرف اعمل حاجه ولا لا، فمش عايزه اجيب بكر كتير مره واحده، وكمان انا اصلا ما كنتش عارفه هحتاج كام بكره. فبعد ما اخلص الفيديو خالص هكتب لكم بالظبط استخدمت كام بكره. تعالوا نتكلم الاول على الخيوط وعلى الابره. استخدمت النوعين دول من الخيط، ماكسي وكلاسيك. ابتديت الاول بماكسي، واول لون ابتديت بيه كان الاصفر، عشان قلت بقى ان هو هينفش اكتر ويعمل لي مساحات اكبر اسرع وهننجز وقت اكتر. انا جبت بكره باللون الاصفر، قعدت اشتغلت فيها، وبعدين لقيت الموضوع لذيذ رحت جايبه بكره باللون الفوشيا، قعدت اشتغلت فيها، لقيت الموضوع لذيذ رحت جايبه بكره باللون ده، قعدت اشتغلت فيها، لقيت الموضوع لذيذ، جبت بكره باللون ده، قعدت اشتغلت فيها، لقيت الموضوع لذيذ. حبيت بقى ادخل اللون ده، ما لقيتش منه من ماكسي، فرحت جايباه من كلاسيك. ومن هنا بقى ابتديت اجيب من كلاسيك، فرحت جايبه اللونين دول كمان. ده اللي هو بقى بعد كده اللون بتاع البلوفر، وده كمان لون داخل في البلوفر. فدي هي الكالر باليت اللي انا اشتغلت بيها، ودول هما نوعين الخيط اللي انا اشتغلت بيهم. ناس كتير من الخبراء بتوع الكروشيه لما قلت لهم ان انا عملت بلوفر فيه نوعين خيط، قالوا لي علا بس ده مش هيطلع الموضوع لذيذ ولا شكله هيبقى مظبوط. وهم بدرجه ما عندهم حق لو الانسان بيعمل حاجه ايه مظبوطه كده وتمام، بس انا اصلا كنت بعمل بلوفر شكله زي ما انتم شايفين، يعني عشوائي بدرجة ما او اكسبريسيف اكتر من ان هو حاجة بقى مظبوطة ومش عارفة ايه. فالموضوع كان مخليه لا في دايفرسيتي اكتر وفي غنى بصري اكتر، كان لذيذ، يعني انه مش كله من الخيط التخين ولا كله من الخيط الرفيع. بس صراحة دي كانت حجة، او يعني اللي هو ايه، انا بقول لنفسي الكلام ده لان انا لما ابتديت ما كنتش مخططة ان الموضوع هيكبر، فما كنتش مذاكرة ان كل الالوان اللي انا عايزاها موجودة في ده ولا موجودة في ده. يعني كل الالوان دي كانت موجوده في النوع ده، فلو انا كنت مقرره اني هكمل كان ممكن اجيب من الاول كله كلاسيك، بس انا ما كنتش يعني انا كنت مقرره اني هكمل لو عرفت، فالموضوع ما ظبطش مني. بس عامه هي تجربه يعني، فانا قلت اشارك معاكم التجربه. عشان كده بقول لكم انا ده هقول ان هو فلوج مش توتوريال، لان انا ما مشيتش خطوات مظبوطه قوي. يلا بينا ناخد المقاسات. احنا قلنا ان احنا نعمل كل حاجة مربع، فباخد كل حاجة على اوسع حاجة، فباخد الدراع على اوسع دورانه، وبعدين باخد الطول بتاعه من اول هنا. احنا كده ناوية اعمله اوفر سايز، فاخد مقاس اوسع حتة. يعني لو انتوا حتى شايفين ان انا لابساه اوسع حتة فيه هي الحتة دي، وانا مش عايزة اضيق فهوسع شوية بحيث ان هو يبقى كده. اوكي. وتاني حاجة برضو عايزة اقيسها هي الطول. انا عايزة طوله يكون لحد فين، فاحط ده على كتفي. انا برضو عايزة تقريبا يبقى نفس الطول بتاع ده كده. هقلل من الطول حوالي 2-3 سنتي، عشان انا عايزة اعمل زي حزام كده تحت ليه لون مختلف، فهقلل منه شوية. دلوقتي هقيس الفتحة هنا عايزاها تكون قد ايه، عشان زي ما انا قلت لكم انا عايزة الظهر يكون ظهر كامل، بس عايزاه يجي كأنه جاكيت. هو من هنا مثلا لهنا، فهي طلعت تقريبا 27، بس انا هزود فيها برضو، يعني هخليها تقريبا 30 او 31. ليه بقى؟ علشان انا برضو عايزة اعمل الحزام. فاكرين لما قلت لكم عايزة اعمل حزام من تحت؟ انا عايزة اعمل خط كده داير ما يدور البلوفر كله لون واحد، فهيبقى ماشي على الحزام من تحت، وبعدين يطلع هنا يلف حوالين الرقبة وينزل من هنا ويلف من ورا تاني، فهسيب له مكان.
فهعمل الفتحة هنا لو هي 27 هعملها 31 عشان يبقى فيه هنا 2 سنتي من الحزام ده و2 سنتي من الحزام ده. مستعدين؟ يلا بينا. عامة انا بلعب فكده كده عايزة اوفر سايز، مش فارق معايا. لو مقاسات طلعت فيها اي حاجة عكة مش مشكلة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ شغل الكروشيه، والغرزة الوحيدة اللي هنعمل بيها البلوفر كله. الإبرة اللي استخدمتها، أنا عندي مقاسات كتير للإبر بس في الاستوديو، وأنا كنت عايزة أبدأ دلوقتي حالا، فدي الوحيدة اللي كانت عندي في البيت اللي هي مقاسها 3.5. كل ما الإبرة كانت أكبر وبالذات في الخيط التخين كل ما الموضوع كان أسهل في الإنجاز. وكمان عامة المقاس بتاع الإبرة بيبقى مكتوب على البقرة، هنا مكتوب من 8 ل 10 على الخيط اللي هو الكبير، وعلى الخيط الصغير مكتوب انه من 4 ل 6. عامة انا عندي المقاسين بس برضو زي ما قلت لكم انا استخدمت ال3.5 اللي كانت عندي. طيب لو انتوا هتعملوا بقى من الاول تستخدموا انهي نوع خيط منهم؟ بصوا النوع ده لذيذ في الانجاز في المساحة لكن بيحرق بشكل مش طبيعي. وعامة انا في اخر الفيديو برضو هقول لكم استخدمت كام بكرة من كل لون، عشان لو انتوا هتروحوا تجيبوا بكر عشان تبداوا تشتغلوا وما تعملوش زي وتجيبوا بكرة ببكرة فتتفاجئوا ان في حاجة خلصت او كده. انا برضو كان فايدني جدا موضوع ان انا بشتغل بالوان كتير، فلو لون خلص ما بيفرقش معايا. بس في ناس فعلا وسبيشالي في الاوقات دي ان الاستيراد فيه مشاكل وكده، ففي ناس وهي في نص الحاجة لما بتحتاج تروح تشتري تاني بتلاقي اللون خلص. ده رفيع فبياخد وقت طويل شوية في ان هو ينفش، بس بيقعد البكرة بتكفي اكتر. فيلا بينا نبدأ باللون اللي انا بدأت بيه. اول حاجة هنعمل يعني عقدة بس مش قوي، يعني عامة العقدة بتبقى ان احنا بنعدي الخيط ده كله من الفتحة، صح؟ انا هعدي بس كده، وبعدين هجيب الابرة وهدخلها. في ناس بتمسك الابرة كده وفي ناس بتمسك الابرة كده، انا عامة بمسكها كده، لما بتعب بمسكها كده، بس انا برتاح اكتر في الوضع ده. وبضايق دي قدر الامكان، وبعدين دايما نخلي الهوك او الخطاف ده لناحيتي، يعني حتى لو لف كده بس في الاخر هو بيجيب الخيط وجايلي. فبصوا هروح لفة من تحت الخيط ماسكه الخيط ومعديه بيه من الفتحه كده، عملت غرزه. هلف من تحت الخيط اجيب الخيط واعدي بيه من الفتحه كده، عملت غرزه كمان. اللي احنا بنعملها دي اسمها غرزه السلسله، ودي الغرزه الوحيده اللي انا عارفه اسمها في الكروشيه. عشان كده بقوله لكم. عامه انا ما بعتمدش اسامي، مش عارفه انتوا جايين الفيديو ده تلاقوني ما بعتمدش اي حاجه، لا اسامي ولا مقاسات خيط ولا مقاسات ابر. ده بقى يا جماعه اللي احنا بنسميه ايه؟ الفري اكسبريسنج. وعامة أنا بشارك معاكم تجربة البلوفر ده من البرسبكتيف ده، إنه ما تيجوا نعمل حاجة محدش طالبها مننا، وما تيجوا نعمل حاجة ملهاش كتالوج، وما تيجوا نعمل حاجة ألوان مختلفة كتير. انتوا شايفين أنا بعمل إيه؟ أنا بكبر السلسلة ماشي. ألوان مختلفة كتير ومفيهاش صح وغلط، والمقاسات الخيط مختلفة وكل حاجة مختلفة، فعادي. بصوا لو هي وسعت منكم تقدروا تعملوا كده، ولو حاسين الغرزه دي وسعت تقدروا تشدوا كده. عامه هنكمل في السلسله لحد الطول اللي احنا عايزينه، وبعدين هنطلع الصف اللي فوقيه. بنطلع بقى الصف اللي فوقيه ازاي؟ بنجيب الخيط وبنعدي الغرزه دي وبندخل في دي اهو، دخلت اوكي، عملت كده وبعدين عملت كده مرتين، يعني غالبا ده اسمه نص عمود. خلاص انا كده دخلت في دي، هدخل بقى في دي، لان غالبا العمود بيبقى فيه حركة واحدة بس زيادة عن الكلام ده، فده غالبا اسمه نص عمود. اوكي، وبعدين اللي بعده هدخل في الغرزة اللي بعدها. كل ده واخدين بالكم الهوك عامل ازاي؟ الهوك باصص لي، هو اللي بيجيب الخيط وبيعديه من الفتحة والتانية. وخلوا الخيط مش مزنوق قوي ومش واسع قوي، يعني يعدي الإبرة ومش مزنوق قوي ومش واسع قوي. بما اننا بقى بنشتغل على مزاجنا فمش لازم نكمل لحد الاخر، ممكن نعمل ده بلون تاني. تعالوا بقى اوريكم ازاي نطلع للصف اللي فوق. بعد ما خلصنا وبقى فيه هنا كده 2، بنروح عاملين غرزة سلسلة كمان. غرزة السلسلة دي قفلت على 2 وفي نفس الوقت عملت غرزة تنقلنا للصف اللي فوق. بعدين بقى هرجع ادخل في
الغرز الجديدة دي اللي هي الفتحات دي، فهدخل في دي الاول. اوكي، بما انه براحتنا يلا نطلع الصف اللي بعده. فهنعمل كده وهنلف ونبدأ برضو من اول هنا. وبس. والله كان نفسي اقول لكم حاجه جديده، بس احنا هنفضل نعمل نفس الحركات دي كده لحد ما نلاقي ان احنا خلصنا المقاس اللي احنا كنا واخدينه للبلوفر. ممكن بقى دلوقتي اوريكم ازاي ندخل لون تاني. ليه نقول ان احنا هندخل اللون الفوشيا اللي هو التاني لون انا استخدمته. هناخد طرف الخيط وبعدين هعمل برضو زي ما قلت لكم. الحته دي كبيره قوي ان احنا نهدرها، حاولوا تهدروا حتت اصغر من كده. وبعدين اهو، فهعمل ايه؟ اول حاجه هدخل من اول غرزه، بيبقى صعب شويه تحديد اول غرزه بس هي اهي، فهدخل فيها. لو في فوق خطين كده، وبعدين نفس الحكايه هجيب ده اهو، وبعدين هشد من هنا فازنق بيه واشد من هنا فالدنيا تتظبط. وكده بقت اول غرزه. هدخل في اللي بعدها دي. ايه الجمال ده! ايه الحلاوة دي! تكرار نفس الحركة، نفس الغرزة الواحدة في مساحة كبيرة لمدة أيام طويلة قبل ضغط اليوم وبعد ضغط اليوم. أنا قعدت فترة طويلة بشتغل في البلوفر ده، ومش قادرة أقول لكم بجد خايفة من الفراغ اللي هيجيلي بعد ما أخلصه. بس فكرة ان هي حركة واحدة ما بأرهقش دماغي او بوترها بأي قرارات هاخدها في النص. القرار الوحيد اللي باخده في النص انه تيجي نغير اللون دلوقتي. ما تيجي نخلي مش عارفة ايه كده بس. ففكرة ان مفيش تارجت محدد يعمل لي ستريس او مش عارفة ايه، او يا لهوي لو المقاس ما ظبطش، يا لهوي لو طلع شكله وحش، الكلام ده كله بيعمل نوع من الستريس ريليف كده، اللي هو ايه، بيريح الدماغ. عارف لما تبقى بتلعب؟ بقيت بأبريشيت قوي الموضوع ده مؤخرا بصراحة. اصنع صديقك المفضل هي اللي فتحت عيني على موضوع اللعب بلا هدف ده. طيب شايفين دي ايه؟ دي الغرزة اللي طالع منها دول، فانا مش هدخل فيها، هدخل في دي على طول. وبعدين هدخل في اللي فوقيها، وبعدين هلف وارجع تاني. هرجع تاني انزل في مين بقى؟ في الجانبية دي؟ لا، هنزل في دي. تاتا! دلوقتي بقى هوريكم طرق مختلفة ربطت الألوان بيها في بعض. ده الدراع، وبعد ما عملت الحتة دي والحتة دي والحتة دي، مهم طلع لي ايه؟ حفرة كده في النص. فاحنا مش هنربط بقى هنا في ناحية واحدة، احنا هنربط في ناحيتين، وبعدين نطلع لفوق شوية نلاقي نفسنا برضو بنربط في ناحيتين. فتعالوا اوريكم ازاي نشتغل خيط في النص ما بين حاجتين. انا هختار اللون الاصفر للحتة دي، وبليز سقفوا لي على اختياري للالوان. وهبتدي بالعقدة. وبعدين بصوا بقى هبدأ من الحتة اللي تحت وبعدين اطلع لفوق. اوكي، فطبعا هبدأ من الظهر اللي عليه كل الخيوط دي، كده كده في الاخر هنقصهم يعني. بس دايما زي ما قلت لكم حاولوا تخلوا كل الخيوط، او ما قلتلكوش بس حاولوا تخلوا كل الخيوط في نفس الاتجاه. فاول حاجة الغرزة،
و30 متر خيط بلفهم على صباعي. بعدين بصوا بقى هبدأ من هنا عشان يبقى كأني جاية من هنا. فانا دخلت في اللي هي في الجنب، احنا ماشيين كده اوكي، انتوا فاهمين معايا. دخلت في اللي في الجنب وهعمل غرزة عادية يعني. اهو بقى عندي 2، هاخد واحدة وواحدة واضيق، وبعدين بقى هبدأ ايه اكمل انزل في اللي بعده. فهنزل في دي. موضوع برضو ان انا عاملة مقاسات مختلفة للخيط ده بيخلي فيه ايه بقلظة كده. تحسوا ان الدنيا ماشية هنا صغننة وبعدين هنا تخينة وبعدين هنا صغننة وبعدين هنا تخينة. بس هو اصلا فكرة البلوفر ان هو راندوم كده، فانا بالنسبة لي قشطة. بس انا بكمل بقى زي ما بشتغل في العادي، ان انا يعني كأني بعمل سطر جديد وبس لحد ما اوصل للجزء ده. خلي بس الخيطة دي للناحية دي وهدخل في البتاع. يعني غالبا مفيش اي حاجة جديدة في الموضوع لاني هلف وارجع تاني، غير بس ان احنا في الاول ابتدينا من اللي في الجنب. انا بكمل بقى عادي جدا، يعني سطر ورا سطر كده. باجي هنا ادخل ده لجوه واجي امسك في دي. وبعدين ارجع تاني. يعني غالبا هو التريك الوحيد في الحتة دي هو اننا بدأنا من الجنب، ما بدأناش من تحت زي ما بنبدأ في العادي. بدأنا من الجنب عشان يبقى كأن الخط اللي كان جاي كده ده استكمال للخط ده. فبنفس الطريقة هخلص الكلام ده كله وهوصل لحد فوق هنا. التريك بقى اللي هيقابلنا فعلا او يعني هيكون مختلف شوية، هو ان انا في الجزء ده عندي الفراغ ده. فازاي انا هبدأ كده 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 او من فوق لتحت، وبعدين هقفل مع اللي فوق. يعني احنا هنا هنبدأ ونقفل خلاص. هنا بقى ازاي هنبدأ من ناحية ونقفل مع الناحية التانية، ده اللي هيكون تريك. فهخلص دي وبعدين هوريكم ازاي هعمل دي. فانا ركبت الابيض على الاخضر زي ما شفنا ازاي بنركب لون جديد على لون قديم، وفضلت اطلع لحد ما دلوقتي لازم اربط الابيض ده في البنفسجي. فتعالوا نشوف ازاي هنعمل كده. بس الاول هكمل الخط ده لحد ما اوصل للغرزة دي عشان لسه فيه شوية فراغ، بس مع الاخير ده الفراغ خلاص اتملى. كده خلصت الابيض، فاضل بقى غرزة سايبة اهي في اللبني فهعمل فيها. بعدين بصوا بقى هروح عاملة كده واجيب الاتنين دول على بعض كده واكمل الخط ده. شايفينه ده كمان كان خط خياطة ما بين البنفسجي واللبني، فهيبقى كأني بخيطهم الاتنين في بعض. ازاي بخيطهم في بعض؟ هعمل كأني بعمل عمود عادي، او اللي انا كنت بعمله ده مش عارفة اسمه عمود ولا نص عمود ولا اسمه ايه، بس هعمله في كل اتنين مع بعض. شلت الدوشة اللي كانت هنا عشان اشوف كويس. ماشي، انا بدخل في واحدة اهو اوكي، وبعدين شوف اللي ورا اللي قدامها اللي هي دي هدخل برضو فيها. حلو، بقيت كده دخلت في الاتنين اللي قدام بعض. هجيب دي واعدي منهم الاتنين، وبعدين هعمل كده كده نفس الغرزة اللي كنت بعملها طول البلوفر، بس بدل ما بعملها في واحدة بعملها في اتنين. وعامة مهمة قوي الطريقة دي
عشان احنا بنعمل اخر حتة في البلوفر، وبعد كده يبقى عندنا الخياطة، فهي دي اللي هستخدمها في الخياطة. بصوا بقت عاملة ازاي من هنا، يعني ده كده الجزء اللي احنا عملناه، وده الجزء اللي احنا لسه شغالين فيه. واو. فانا كنت واخده المقاس بتاع عرض الظهر والمقاس بتاع طوله، فضلت بقى اشتغل سطور ورا بعض وازود الوان، وبعدين اشتغل وازود الوان، وبعدين اشتغل لحد ما خلصت الظهر. وده بقى شكل الظهر لما خلص، وبدات اقطع حته من الجنب عشان ده هيبقى الوش. لما هعمل الوش بقى، فانا عندي مثلا عامله حسابي ان الظهر مثلا 70 سنتي، وقلت ان انا هسيب في النص حته 31، فهقسم ال31 دول مثلا من ال70 هيبقى مثلا 39، هقسمها على 2، هعمل نصها الناحية دي ونصها الناحية دي، وهفضل برضو اطلع لحد الاخر اللي هو قد الطول ده مرة كمان، بس عشان يبقى قدام. ونفس الحكاية هعملها هنا كده. ما عنديش بصراحة مكان اوسع من كده اوريكم يعني انا وصلت لايه دلوقتي. اول حاجة خلصت الظهر، بس عملته اقصر من الطول اللي انا عايزاه 2 سنتي، علشان انا هعمله برواز من تحت ومن كل الاطراف كده 2 سنتي، فسبت ال 2 سنتي برضو. عملت حسابي ان في 2 سنتي لسه هملاهم بلون تاني لما اخلص، اللي هو اللي هيبقى البرواز. وكملت على تحت بالالوان اللي انا عايزاها، عشان الخيط مش نفس المقاس فهو نزل من هنا، بس هما نفس عدد الغرز، فالغرزة باللون ده بتبقى غير الغرزة باللون ده، عشان كده هو مبقلص شوية من هنا. بس ايش تاني، هو ابستراكت. انا اللي مستغرباه حاجة ان الابيض هو نفس مقاس الاصفر ما عملش المشكلة دي، والفوشيا نفس مقاسهم ما عملش المشكلة دي، والموف نفس مقاسهم ما عملش، فمش عارفة اشمعنى الابيض اللي بيبقلل اللي حواليه كده، بس ما علينا يعني. بس دلوقتي انا هكمل هنا، عشان تقريبا هو ده بس اللي فاضل، يعني هو مش تقريبا، هو ده بس الجنب اللي فاضل، وبعدين بقى نبدأ نقفل. هو عامة مفيش اي اختلاف غير ان انا فضلت شغالة. بس الموضوع ده بالنسبة لي مديتيشن، فكرة ان انا بعمل نفس الغرزة، فمفيش تحديات بتواجهني، مش حاسة بصعوبة، بعمل ديزاين بسيط حتى لو في مساحة للخطأ، الموضوع مش كارثي. البلوفر بتاعي بعمله من غير اي طريق الالوان اللي انا عاملاه، فده بقى اللي بتكلم معاكم فيه على فكره ازاي الارت ممكن يكون مديتيشن. تن تن تن. مش فاضل بقى غير الحته دي، اللون الاوف وايت حطه هنا كده، وبعديه البلوفر هيكون فهو هيبقى كده نقفله الناحية التانية. كمان بقى هتركب، ده هيبقى نازل كده شوية، ده يوصل لحد هنا لما ينزل. الكمام هتركب تبقى كده، السلك ده طويل قوي، الكمام هتركب. حتى لو طلع فيه، يعني لو ركبت الكمام كده وطلعت قصيرة هزود لها من هنا عادي، بس هو طبعا المفروض ان انا ابدأ بالجسم وبعدين بناء عليه اعمل الكمام، بس انا عشان كنت لسه بجرب فابتديت بالكمام الاول، ولما لقيت الموضوع لطيف فعملت الجسم. تعالوا نركب الكمام مع بعض دلوقتي. اظبطهم من تحت مع بعض كده، وهاجي على من فوق اشوف وصلنا لفين.
جبت حتة قصقوصة قماش صغيرة، هو اللي انا بعمله ده ان انا بثبتهم بس الاتنين في بعض عشان انا هبدأ اخيط من هنا، فعشان البتاع ما يتحركش مني. يعني دي هفكها تاني كمان شوية. حاول برضو اتني تاني من عندها كده واشوف ايه الاخبار. طبعا هو الاحسن ان احنا كنا نعمل البتاع كله على بعضه من الاول بس انا ايه لسه بجرب وبعك وبتظبط وبتبوظ وكل الحاجات، فبحاول بقى اتعامل على الوضع الحالي. بس لو انتوا هتبدأوا فمن الاول اعملوا ده وده حتة واحدة. اوكي، مش عايزة برضو اربط قوي، بس انا كده تمام. بعد كده بقى هجيب الدراع والجسم وهخيطهم في بعض بنفس الطريقة اللي خيطت بيها ما كانش في الدراع ده، بس كان في ناحية عملنا فيها ابيض وموف، فاكرينها؟ يعني هوريكم مثلا. هبدأ من هنا وهستخدم الخيط ده في الخياطة. من ناحية هو موجود في ده، ومن ناحية برضو قريب من اللبني. هو اللبني البيسك بس المفروض اخيط بيه، بس انا خلصته ومش هشتري تاني بصراحة، فهستخدم الخيط ده عامة في الخياطة يعني لحد ما يخلص برضو. هدخل في اول واحدة واللي قدامها من ورا، وبسم الله يلا بينا. دي النتيجة لطيفة صح؟ يلا نكمل. وممكن بقى دلوقتي نفك دي، خلاص ما بقاش ليها لازمة، بحيث ان هو بقى اوريدي مقفول. عارفين حتى لما دخلنا لما خلصنا التركواز ودخلنا على الاخضر وما بينه وما بين اللبني، فكرة ان البلوفر اصلا مليان الوان مخلية حتة اللبني اللي هنا دي انا حاسة ان شكلها عادي. يعني البلوفر اصلا مليان الوان. لا لا، انا مش مصدقه انه بقى شبه الريفرنس بس لو انتم ملاحظين ان الكم هنا عرضه اكبر من الكم هنا، ده اللي انا كنت عاملاه في الاول، وبعدين وانا بقيس اكتشفت ان هو ضيق، فزودت هنا حته وزودت من هناك برضو حته. هتلاقوا الفاصل ده شايفينه، بس هو ضايع في وسط الالوان الكتير، ودي كانت مصلحه يعني بصراحه. فلسه هزود هنا وهنا زي ما زودت هنا وهنا، وبعدين هقفل. ويا جماعة بس بليز انا مش عايزاكم تبصوا لده على انه حتة قماشة كبيرة. دي غرز قعدت اعمل فيها واحدة واحدة واحدة. او ماي جاد،
يلا بينا نبدأ نخيطه. يلا بينا. عشان ما تتلخبطوش من ان الكادر ضيق او تبقوش فاهمين ده ايه، ده الظهر اهو. اوكي. وهنا لو كملنا هنلاقي طالع بقيته الناحية التانية، وده الدراع. اوكي. ودلوقتي انا المفروض اخيط. اللي هعمله اني هقسم بالنص واخلي الخيوط دي والكلام ده كله لبره، علشان انا يعني كاني بخيط من جوه وبعدين هقلب. جبت الحته دي على الحته دي، والحته دي على الحته دي. حلو الكلام. هي دي الطريقه اللي انا هخيط بيها، وهبدا من الزاويه اللي جوه واطلع من هنا وبعدين اطلع من هنا. ليه هعمل كده؟ عشان لو طلع فيه اي لخبطه في الغرز او اي كلكعه او اي حاجه تبقى ناحيه الاطراف، فهيبقى ممكن ان انا افك. لكن لو طلع الكلام ده لجوه هتبقى كارثه. فانا هبدا من جوه، واخترت اللون ده اخيط بيه، او هو اللي اختارني. عشان هو اكتر لون عندي منه كتير. لما جيت ازود عرض الدراعات احتجت ان انا اشتري منه تاني، فعندي منه كتير، فهو ده اللون اللي هخيط بيه. يعني مش عايزاكم تتلخبطوا، انا بس هقلب ده كده عشان انا بمشي من هنا لهنا، يعني انا بخيط من اليمين للشمال، وممكن اعمل كده كمان، فبرضه مش عايزاكم تتلخبطوا. بس عامه ادي الجسم وادي الدراع، وانا هبتدي دلوقتي بالدراع. شايفين اول غرزه في الاخضر هدخل فيها، شايفين اول غرزه في الاصفر هدخل فيها بعد كده. تعالوا نشوف. هدخل هنا، وشايفين دي هدخل فيها برضو. اوكي، انا كده خيطت اول غرزتين في بعض، او اتليست دخلت فيهم. بعدين زي ما بعمل في العادي هروح جايبه ده ومعديه من الاتنين، فبقوا الاتنين موجودين على الابره. هعمل كده كده. خلاص بس كده. اهي غرزة. الحمد لله. اول غرزة دي بتهيألي هي اصعب غرزة. دي واحدة كمان. تحبوا تشوفوا شكل الحتة دي بعد ما خيطتها؟ ده هو شكلها. الحتة اللي انا فيها دلوقتي دي اسهل واوضح من اللي فات، علشان الاخضر، الخيط الاخضر مختلف عن الابيض والفوشيا، فباين فيها قوي انا بعمل ايه. وتاني حاجة ان الخيط الابيض والخيط الفوشيا اصلا نفس المقاس، ف يعني الغرزتين بيبقوا قدام بعض، فالموضوع ده ما بيخلينيش اقعد ادور على الغرزة فين. زي ما كنت بعمل في المقاسات اللي فاتت، او في الغرز اللي فاتت، لما كان الاخضر من الخيط الرفيع قدام الفوشيا، فتحسوا بصوا حتى الخيط جايب زاوية عشان يحاول يبقى قد بعضه. بس هنا الدنيا سلسة اكتر، بصوا جاي كده اكتر. يا سلام، بصوا دخلنا بسهولة ازاي. هنوصل بقى لتحت كده نلاقي فيه الفرق ده، شايفينه؟ هنفكه. بصوا بقى، بصوا بصوا. صوت مزعج ولا ايه؟ بس انا بحسه لذيذ. بس هو ده اخر صف انا عايزاه، فافك لحد هنا. هنا بس. هنقص الشراشيب دي كلها، ما تقلقوش.
لسه واقع قوي من هنا، عمال يقع كده. وعامة محتاج يتعمل له من هنا تزويدة، هعمل له فريم بالفوشيا، بس اعتقد اني قبل الفريم ممكن احتاج ازود سطر او سطرين. ممكن من هنا يبقوا سطر او سطرين، ومن هنا ممكن يبقوا اكتر شوية. الجزء ده كده عشان هو ده الجزء اللي متشفت اكتر يعني، او اللي فيه فراغ اكتر، فانا هعمل الزياده باللون ده، وبعدين هعمل الفريم الاخير باللون الفوشيا. الفريم ده اللي هو هيلف على من تحت كمان ومن فوق وكده، بس هعمل الزياده اللي في الجناب باللون ده. وبعدين اخر غرزة، وبعدين هنلف بقى، يعني هنروح عاملين في دي. بصوا دي اللي هي مين، عشان هنمشي على الطرف ده، هنروح داخلين في دي، يعني كأننا بنطلع صف تاني عادي زي ما بنعمل كل مرة. واللي بعدها اوكي. وبعدين ثانية واحدة بقى عشان الحتة اللي بتلخبط جاية بس بعدين هنقلب بقى ونرجع. فاهمين قصدي صح؟ كده عملت الجنبين بالموف والاصفر، وعملت الناحيه دي الاصفر اكتر من الناحيه دي عشان كان من هنا كان الرقبه اوسع من هنا، فظبطت الموضوع ده. ودلوقتي فاضل اللون الفوشيا، هعمل بيه بقى فريم كده يبروز البلوفر كله، هيكون بالسمك ده، وهيلف بقى الجناب دي برضو بالرقبة بالجناب من تحت، هيلف كده ويرجع، وكده هكون خلصت كل كروشيه البلوفر. يلا بينا. في الحتت بقى اللي فيها خيط دي بخلي الخيط ناحية جوه، فهروح جايبه الخيط الموف ده ناحية هنا كده،
وتعالوا بقى اوريكم ازاي بنلف مع الطرف ده. ادي اخر غرزة انا هدخل فيها دلوقتي اللي هي دي. اوكي، وبعدين هعمل كأني هطلع صف تاني. لما باجي اطلع صف تاني بعمل واحدة سلسلة في الهوا، صح؟ بس كده، وبعدين هدخل فيها هي تاني كأنها اول غرزة بقى في الصف اللي كده. يعني انا دخلت فيها المرة اللي فاتت كأنها اخر واحدة في الصف اللي كده، وبعدين عملت سلسلة عشان السلسلة دي تعمل لي زي هوا، وبعدين هدخل فيها تاني كأنها اول غرزة في الصف اللي كده. وهكمل بقى عادي. بصوا بقى شكلها. احنا خلصنا الظهر وخلصنا الوش التاني وخلصنا من تحت هنا، ودلوقتي طالعين اخر جزء خالص. تعالوا نبص بصة كده من بعيد شوية على الوضع دلوقتي عامل ازاي. عملت الفريم، بدأت من هنا، مشيت كده كده كده، لفيت دي ووريتكم ازاي بنعمل الزاوية، وبعدين كملنا ورجعنا وطلعنا. ودلوقتي انا فاضل لي الحتة دي، اخر غرزة. دلوقتي بقى هطلع على فوق، اعمل واحدة، اتنين، عشان احنا متفقين اني هعمل كل حاجة ما عدا الرقبة صفين زي دول كده. وده بيكون شكل البلوفر لما خلص. ودي 3 طرق عملت بيهم ستايلينج للبلوفر. مرة لبست تحتيه بلوفر فوشيا، مرة لبست تحتيه بلوفر اصفر، ومرة لبست تحتيه بلوفر اوف وايت. قولولي مين اكتر لون عجبكم لما لبستوا تحت البلوفر. ودلوقتي يلا نتكلم عن عدد بكر الخيط اللي استخدمت من ماكسي ده 7 بكرات ما بين الفوشيا والاصفر والموف والاوف وايت، واستخدمت من كلاسيك 8 بكرات. اغلبهم كان اللون البيبي بلو المسيطر على البلوفر بدرجة كبيرة، والاخضر والتركواز. وعشان كده بقول لكم ان ماكسي بينفش اسرع كمساحة، لكن بيدي تخن حتى في سمك البلوفر، وكمان بيحرق اكتر. يعني بحتاج ان انا استخدم منه بكر اكتر. يعني انا ماكسي مش مستخدماه كتير، استخدمت كلاسيك اكتر بكتير، ورغم كده عدد البكر تقريبا قريب 7 و8. ودي قصة البلوفر بتاعي وقصة الفري اكسبريسنج بتاعي ثرو ارت. عملت حاجة شبهي وعجباني وعلى ذوقي وما فيهاش صح وغلط، ودلوقتي جه دوركم انتوا كمان تعملوا بلوفر يكون على ذوقكم وبتاعكم ما فيهوش صح وغلط، وتبعتوا لي الصور بتاعته. كل اللينكس بتاعتي تحت في الديسكربشن، وانتوا تحت كمان ممكن تعملوا لايك للفيديو وتعملوا كومنت تقولوا فيه اي فكرة جت في بالكم. خدوا لفة كده كمان في القناة، متأكدة هتلاقوا فيديوهات كتير قوي هتعجبكم. ولو عجبتكم اعملوا سبسكرايب للقناة ودوسوا على زرار الجرس واختاروا كلمة اول عشان توصل لكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات اللي جاية. وما تنسوش تكونوا مبسوطين وتملوا العالم حاجات حلوة اكبر منكم بكتير. سلام.